ثقافة الجداد هذه الأيام الثقافية تحت شعار القراءة والإبداع. والهدف ديالنا في هذا الشعار خصوصا شعار القراءة، لأن ربطنا الأيام الثقافية باحتفال باليوم العالمي للكتاب باش نحيوا هذا الروح القراءة عند الشباب. والحمد لله من خلال هذا الأيام الثقافية لقينا بأن هذا الإقبال لحضور ديال التلاميذ وتطرد الأساتذة ديالهم وهذا ديال باش يحضر التلميذ ديال الكتاب، هذا راه بيجا واحد وصلنا النقطة الأساسية اللي بغينا. بين هذه الكتب اللي عرضناها هما كتب جداد تختص بوزارة الثقافة حوالي 4 كتاب هما عناوين جديدة ما تسمعوش بدينا من فوق هذا شوية باش كان يطلع على القارئ على العناوين الجديدة اللي تطبق هذا العرض ديال الكتاب الرواق ديال التشكيلية، لأن عندنا واحد الكتاب المجال ديال الإبداع في التشكيلية واحد التشكيلية باش نعرفوا الناس بالذنوب ديال الفنان التنجاني اولا، ثانيا حتى الوسطى باش نوجهوا لهم شويه ديال اللوحات. لقينا واحد الاقبال شيء ما واخا ماشي في المستوى الحمد لله، تبع واحد شويه اللوحات وموازنه مع هذا الرواق ديال المعرض التشكيليه ومعرض الكتاب. درنا ورشات فنيه. نهار اليوم الاول درنا مائده مستديره حول افاق المراه القرويه التنجانيه نموذجا. نهار يوم الثلاثاء درنا ورشات الكتابه على الزجاج. دابا نوريكم اللوحات التشكيليه تبارك الله في الخط العربي اللي رسموا واحد المجموعه ديال الشباب التطار ديال الاساتذه. يوم الخميس كانت عندنا ورشه حول الاسعافات الاوليه وكانت هي فيها واحد الحضور هائل. ويوم الخميس البارحه ديال الزجاج كيفاش يعرفوا المرايا البنات والشباب يزرقوا الزجاج بطريقه فنيه ابداعيه. امس الجمعه كانت عندنا هنايا محاضره كتخص التنميه الذاتيه بالنسبه للشباب وتطرق الاستاذ عبد العزيز عبد الوهاب، كانت هي فيها واحد الاخبار رائع. كما كتشوفوا عندنا العشيه الاداريه واحد ورشه ديال الضبط مع الاستاذ حاتم والحمد لله معنا السجل ديال الحضور الناس. شفنا كاين واحد الاهتمام، كاين اهتمام غير خصوص الافكار وخصوص التطبيق ديال من خلال هذه الايام. لمسنا بان هناك تعطش ديال الشباب المسائل الثقافيه اللي هكا الابداعات والقراءه وهذا. والحمد لله الشباب محتاج الايام ثقافيه متواصله، لان التسجيل ما عندهاش مسافات كيقلبوا ديما الشباب كيقلبوا مسافات من خلال القراءه وهذا. غير بالنسبه للتلاميذ اللي يحضر معنا غير المجموعات اللي تطرق الطرف الاساسي راه وصلنا 280 زائر تطرق مع الاساتذه. كل استاذ كل مجموعه ديال الاساتذه كيعرفوا جوج الاقسام من ثانويه الحسن الثانوي. وكنتمنى ان شاء الله يتكرروا مثل هذه الالتفاتات للشباب ويدخلوا كل واحد من جانبه يدخلوا معنا ولا في غير. وفي المساء عندنا قراءة في كتاب ديال الأستاذ عزيز إبراهيم تسطر واحد سلسلة من الأساتذة اللي الله يجزيهم بخير هما نعرفوا بالمبدعين والكتاب المحليين ونحاولوا نكونوا في المستوى ديال على الأقل المستوى الوطني، لأن التسجيل باقي محتاج لها. شكرا.